يعني هو قال كده، ايه المشكله ان علاء مرسي يقول نفسي اعمل فيلم رومانسي او فيلم مع منة شلبي، او ان فتاة احلامي كانت ميرفت امين؟ يعني ايه يا جماعه عشان بيعمل كوميدي مثلا انتوا مستغربين من الموضوع ده؟ تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتدوس لايك لو الفيديو عجبك. علاء مرسي كان ليه تصريحات كتيره جدا زي ان احمد حلمي مش ممثل، يعني مش موهوب، ويعني قال اسامي كتيره جدا انهم مش موهوبين في فن التمثيل، وقال شويه تصريحات قويه جدا. وطبعا رجع تاني وقال يعني نفسي اعمل فيلم رومانسي مع منة شلبي، ان هو يطلع قدام منة شلبي في فيلم رومانسي. هي مش عارف هتبقى ماشيه صح ولا لا، بس هو عمل قبل كده في مسلسل الليله واللي فيها، وكان طالع في علاقه غريبه بينه وبين الفنانه زينه، وهي كانت علاقه غريبه في اطار الفيلم نفسه. لكن هل هو هينفع يعمل فيلم رومانسي؟ انا رايي انا بصراحه، حتى وان كان يعني المتعارف عليه ان دايما اللي يعمل قدام ممثله جميله لازم يكون ممثل جان يعني والكلام ده، الا ان شاف علاء مرسي ينفع يعمل اي حاجه، ان هو ممثل بجد، ممثل موهوب يعني. بس هو استهلك نفسه في ادوار بصراحه اللي هي كان بيسرسع فيها صوته دي وكده، فهي دي اللي عملت مشكله ليه. انما هو ممثل كويس يعني. مسلسل الليله واللي منها او الليله واللي فيها يعني، اللي كان اخراج هاني خليفه وبطوله زينه، كان عامل دور قوي جدا. وانا ما حسيتش ان في حاجه غريبه غير ان القصه نفسها غريبه بتاعت علاقته كسواق مع زينه، وكانت علاقه يعني غير سويه. لان زينه في المسلسل كانت عندها مرض اسمه مازوخيه، يعني مرض كده، فيعني المرض ده كان بيخليها ترتبط بالسواق اللي كان بيعنفها يعني. المهم قال التصريح ده طبعا في مواقع صحفية كتيرة جدا، او يعني السوشيال ميديا كلها استغربت الموضوع واتريقت. وحتى في حد كان منزل يعني بوست ان انا امنيتي ابوس في السينما وامثل مع منة شلبي. انا ما سمعتوش بيقول ابوس في السينما دي خالص، يعني ولا قال امنيتي. ففي يعني بعض المواقع وبعض البيدجات نزلت او اولت الكلام بتاعه في اتجاه تاني خالص، والكلام ده انا ما سمعتوش منه. وشايف عادي جدا يا جماعه ان اللي يعمل المشاهد الرومانسيه يعني من غير بوس ومن غير اي حاجه خالص، ممكن بس يكون فنان موهوب وانت هتصدقها منه ايا كان. وطبعا القصه لازم تكون لايقه، يعني مش هيطلع طالب في الجامعه بيحب منة شلبي اللي هي طالبه زميلته، لا هي تنفع تبقى طالبه دلوقتي على حسب السن يعني، ولا هو. ومنة شلبي عادي لو لبست لبس شعبي واتكلمت بطريقه شعبي وهو طلع راجل عادي من منطقه شعبيه وارتبطوا ببعض، هيليقوا على فكره عادي جدا.